صباح الخير. يا رب تكونوا بخير وانتوا بتشوفوا الفيديو دلوقتي. وصفة النهاردة هي الكحك، وهو من الوصفات المصرية التراثية اللي هي موروثة من جداتنا زمان. هنعملها النهاردة بس بطريقة سريعة وعصرية، ومش هتاخد منكم وقت خالص، وهنقول على اهم التركات في الكحك، وهنمشي مع بعض خطوة خطوة علشان يطلع معانا الكحك ناعم وبيدوب في البق. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ولو اول مرة تشوفوني اعملوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد. يلا بينا نشوف اول خطوات عمل الكحك. اول حاجة عندي هو الدقيق، وده لازم يكون دقيق مخصص للكحك والبسكويت، او اللي هو بيبقى مكتوب عليه متعدد الاغراض عشان ما يعملش مشاكل في العجينة. ودول حوالي 500 جرام دقيق، بما يعادل 3.5 كوب من الاكواب المعيارية. لو ما عندكيش ميزان او ما عندكيش اكواب معيارية، تقدري تجيبي كيس الدقيق، هو عبارة عن كيلو، وتختاري اي كوباية عندك وتشوفي هو كام كوباية من الكوب اللي عندك، وبالتالي تقسمي بالنص بالظبط. دي معلقة سمسم، والسمسم غالبا بيجي لونه ابيض، بس انا حمصته شوية على النار كده في طاسة من غير زيت ولا اي حاجة، علشان خاطر يبقى لونه الذهبي الفاتح ده، لان السمنة بتاعتنا هتكون باردة مش هنقدحها، فبالتالي مفيش حاجة هتحمص السمسم. معايا كمان معلقة من الخميرة الفورية، زي المعالق الصغيرة دي اللي هي بتاعت السكر والشاي. معلقة واحدة كفاية جدا على 500 جرام دقيق. ومعايا كمان نص معلقة من ريحة الكحك، وممكن كمان ما استخدمهمش كلهم. وعلى فكرة هي عبارة عن مجموعة من التوابل مطحونة مع بعضها كده بنسب معينة، زي المحلب وزي الحبهان والقرفة، كل ده مع بعضي. فهستخدم منها شوية بس تدي للكحك ريحة حلوة. ومعايا هنا 300 جرام من السمنة بدرجة حرارة الغرفة. طبعا احنا عشان في شتاء فهي كده كده السمنة ساقعة. تقدروا تستخدموا اي نوع سمنة يعجبكم، ممكن سمنة بلدي، سمنة نباتي، بس بلاش نجيب معاها اللي هي ريحة السمنة البلدي اللي بتتباع عند العطار، لان دي كلها بتبقى مواد كيماوية مش حاجات طبيعية، فبلاش منها احسن. وفي حد هيسألني برضو، طيب ينفع زبدة؟ لا، في الكحك ما ينفعش زبدة، لان الزبدة بيبقى فيها مية، وكتر السوائل في الكحك بيخليه ينشف وما يبقاش ناعم وحلو، فبلاش زبدة. في الكحك بالذات لازم نستخدم السمنة بأي نوع منها. في العادة نص كيلو دقيق بياخد نص كوباية صغيرة من المية، ولكن انا هبدأ الاول بربع كوباية بس، ومش هفضي فيها الخميرة دلوقتي علشان الخميرة هتتفاعل بسرعة، وانا لسه قدامي خطوات هعملها، فبالتالي لسه شوية. اول حاجة ببدأ اعملها بحط ذرة ملح على الدقيق، حاجة بسيطة خالص. وبعد كده باخد ريحة الكحك او توابل الكحك وبحطها برضو، ده نص معلقة، لكن انا هاخد جزء منهم مش كلهم. ممكن تستبدلوها بريحة الموز او الفانيليا براحتكم خالص، ولكن انا بفضل ريحة الكحك لان بتفكرني كده بالكحك بتاع زمان وبتطلعه زيه بالظبط. بحط كمان السمسم، وهو معلقة واحدة كبيرة وكافية جدا للنص كيلو دقيق. بخلطهم مع بعض وبركن كده المواد الجافة، اصبحت بالنسبة لي جاهزة. بعد كده هجيب معلقتين من السكر البودر، ومش هنكتر سكر بودر علشان ما ينشفش الكحك، وهحط عليهم 300 جرام من السمنة. بعد كده هنضربهم كلهم مع بعض، السكر والسمنة. ممكن تعمليهم في الميكسر او بالمضرب الكهربائي او بالمضرب اليدوي، عادي جدا، لغاية بس ما السمنة يتغير لونها، يبقى افتح شوية والقوام بتاعها يبقى انعم شوية. هنزل بقى الدقيق، ودي اهم مرحلة اللي احنا داخلين عليها دلوقتي، دي اهم مرحلة في الكحك، اللي هي مرحلة بس الدقيق مع السمنة. لازم كويس جدا الدقيق يختلط، وكل الدقيق يتغلف بالمادة الدهنية.
هنستغنى خلاص عن المضرب ونستخدم ايدينا علشان نتأكد كويس جدا ان الدقيق اتغلف كله بالسمنة. شايفين بدأ يبقى متفرول ازاي؟ تحس ان هو فتافيت، ولكن مع كتر بقى الخلط، ايوه نعمله كده في وسط ايدينا، مع كتر الخلط والحركة دي هيبقى بعد كده عجينة ناعمة خالص. طيب حد هيسألني ازاي بيقولوا ان احنا ما نعجنش كتير في عجينة الكحك علشان ما يبقاش عامل زي القراقيش؟ لا، الكلام ده ممكن لما نحط المية والخميرة، ولكن طول ما احنا لسه ما حطيناش المية والخميرة لازم ندعك كويس جدا. شفتوا بقت ناعمة ازاي؟ في المرحلة دي هسيبها شوية على بال بس ما احط الخميرة في المية، ربع كوباية المية بتاعتي، وهحط عليها كمان شوية سكر، وهقلبها كويس. وفي المرحلة دي برضو هفتح الفرن عشان يلحق يسخن. ركنت بقى الخميرة على جنب، وممكن ندعك شوية كمان ونخلط شوية كمان الدقيق مع السمنة عشان نبقى متأكدين تماما ان الدقيق اختلط بالسمنة. بقول لكم دي اهم خطوة في الموضوع كله، دي اللي ما بتخليش الكحك يطلع مشقق وشكله مش كويس. خلاص كده الخميرة جهزت وعليت، فهبدأ بقى ان انا احطها على العجينة. وفي المرحلة دي زي ما قلت لكم مش هنخلط كتير، يا دوبك بس ان احنا نجمع كل المواد مع بعض، مجرد تجميع عشان اعرف العجينة محتاجة ايه تاني، مش اكتر من كده. حسيت ان هي محتاجة ربع كوباية المية التاني، برضو هحط لها شوية بس مش الربع كله، حطيت حوالي معلقتين مية، يعني ربع كوباية الاولاني والمعلقتين دول بس، هو ده بس السوائل اللي حطيتها في الكحك، ما حطيتش اكتر من كده. وبرضو من غير عجن كتير قلبتهم في بعض او جمعتهم مع بعض، وعملت لها اختبار كده، لقيتها بتشقق حاجة بسيطة من الجنب، فحطيت ربع معلقة من السمنة، وبدأت ان انا اعجنهم مع بعض، او مش اعجنهم بقى، المهم مع بعض لان هنا مفيش عجن. وعملت لها اختبار تاني، اشوف كده خلاص كده هي تمام مش بتشقق، وهبدأ اشتغل فيها واشكلها. اللي حابب ان هو يحط لها اي حشوة بيعمل تجويف كده ويحط الحشو فيها ويبدأ يقفل عليه تاني بالشكل ده. انا النهاردة عاملاهم كلهم سادة من غير اي حشوات خالص، لكن طبعا اللي عايز يحشي بقى مكسرات او يحط عجوة او اي حاجة او عجمية، واللي بيحط ملبن وبينشف معاه ممكن يضيف على الملبن معلقة سمنة واحدة ويدعكهم مع بعض قبل ما يبدأ ان هو يحطها في الكحك. بصوا انا بدعك الكحكاية كده قبل ما الفها وابدأ ان انا اشكلها في الصينية. هبدأ بقى اعملهم بالبصامة، دي احسن شكل انا بحبه جدا. وممكن برضو نستخدم المنقاش او في اللي هي بتبقى القوالب الجاهزة، لو ان انا ما بحبش القوالب الجاهزة قوي لانها بتطلع الكحكاية تخينة، وساعات كمان التشكيل بتاعها بيروح في الفرن لما الكحكاية بتنفخ شوية، فبلاقي الشكل بتاعها بيروح خالص. فبفضل بصراحة البصمة دي اكتر، هي والمنقاش برضو. فبراحتكم خالص، اللي حابب اي شكل منهم يعمله. ودي الصينية التانية انا برضو بشكلها. نص كيلو الدقيق عمل معايا حوالي 60 قطعة على ال3 صواني. وهنا بعد ما طلعوا من الفرن المفروض ان هو بيبقى واخد لون خفيف خالص من تحت، ومن فوق ما بيبقاش واخد لون يفضل يعني، لكن انا الصينية اللي في النص دي حبيت اديله لون شوية من فوق، ففتحت الشواية شوية
علشان ياخد اللون الذهبي الخفيف ده. برضو فضلت الكحكاية ناعمة وكل حاجة، ولكن فضلت اكتر اللي هو مستوي على نار الفرن من غير الشواية بصراحة. لكن الاتنين ناعمين خالص. بصوا بقى الفتحة دي اللي انا ما فتحتش عليها الشواية بتدوب خالص، شايفين؟ نقدر نحطهم بقى في علبة تلاجة كبيرة نحتفظ بيهم في التلاجة، وطبعا يكون ليها غطا محكم. وانا بحط السكر على الحبة اللي انا هقدمهم بس، يعني مش بحط على كل الكمية. زي ما احنا شايفين كده شكله بقى قمر قوي وكيوت وطبعا طعمه تحفة بصراحة. اتمنى ان انتوا الفيديو يكون عجبكم النهاردة، والوصفة كمان تعجبكم لما تجربوها. وبألف هنا وشفا مقدما، وشكرا جدا لمتابعتكم، واشوفكم على خير في فيديوهات جاية كتير ان شاء الله، وباي باي.